انا لاحظت يعني ناس من جمهور الزمالك تعمدوا يشتموا اللعيبه بعد الماتش او اثناء الهزيمه ما بتحصل بتاعت امبارح مع البنك الاهلي، ويشتموا بالفاظ قذره ومركزين قوي 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 على اللعيبه ان هم ادائهم وحش وان هم سبب الهزيمه، وناسيين خالص انه المسؤول الاول هو الاداره اللي هي مش موجوده، اللي هي متخبطه، اللي هي فاشله من اول يوم جت في نادي الزمالك، لان هي لا تنتمي لنادي الزمالك ولا هي مخلصه لنادي الزمالك. اداره فاشله بتتاجر في اللعيبه وبتجيب لعيبه تعبانه مش مفروض يلعبوا في الزمالك، وبعدين نرجع نشتمهم ونلومهم وننسى خالص اللي هو مرتكب الحدث، اللي هو اصلا سبب كل البلاوي دي مقصود